هلو. أول فيديو مع بعض. هي رحلة طويلة جدا. أول سؤال هو أنا اتسألت أسئلة كتير، أنا جايلي أكتر من 170 مسج على تيك توك ألون، وجايلي بتاع 20 مسج على انستجرام، وفي ألوفات الكومنتس. فاحنا هنجاوب مع بعض على سؤال one by one. أول سؤال، نلاقي أوزبيلدونج من مصر ازاي؟ وإيه هي الأوزبيلدونج أصلا؟ هنتكلم سوا شوية. Ausbildung معناها الحرفي a vocational training، رحلة التدريب المهني. معناها ان احنا في يومين في المدرسة في اول سنة بندرسهم، بجانب ان احنا بنشتغل ال3 ايام الاخرين في الشركة اللي احنا بيتم تعييننا فيهم. تاني وتالت سنة في الأوزبيلدونج لو احنا ما ضمناهمش على بعض، لان احنا ما نقدرش نضمهم على بعض لو احنا الجي بي اي بتاعنا مش كويس. والجي بي اي بتاعنا في مدرسة الأوزبيلدونج بيكون مختلف. احنا عندنا في مصر مثلا أعلى جي بي اي هو 4، هنا أعلى جي بي اي عندهم 1، وأقل جي بي اي عندهم 6. 6 معناها we have failed. ففي سنة تانية وتالتة إن ما تمش إن احنا ضمناهم على بعض، بنحضر يوم واحد مدرسة في الأسبوع، وساعتها بنشتغل 4 أيام. والسنة التانية والتالتة في الكونتراكت بتاعنا بيبقى فيه زيادة طفيفة في المرتب ذات نفسه. نيجي للسؤال، هنطلع من مصر ليه أوزبيلدونج ازاي؟ اولا عندنا مواقع بندور فيها على الاوزبيلدونج according ليه احنا عايزين ايه. الخطأ اللي انا عملته يا اعزائي اني انا طلعت على الفرصة اللي اتيحت لي، وانا ما كنتش اعرف الفرصة دي هتبقى نافعة ليا ام لا. هي بس الفكرة انها كانت نافعة ليا، لكن عادة ارض الواقع بتصدمنا بامور تانية خالص. دايما في فرق ما بين الاكسبكتيشنز والرياليتي، وعشان كده انا بعمل كل ده، لان كل المعلومات اللي انا بحاول اشاركها مع سيادتكم انا ما خدتهاش وانا بحاول اطلع. احنا عندنا ميسنج جاب كبيره جدا في الانفورميشن سيستم بتاعنا. ما هي الاوزبيلدونج وما محتواها الحقيقي، وهل احنا قد المرمطه دي اساسا ولا لا. عادة فكرة ان احنا نيجي المانيا بتزغلل في عينينا، ما عندناش الداتا الكافية ان احنا نفكر. ما اقدرش اقول ان احنا ما بنفكرش كويس، ولكن ما عندناش الداتا الكافية ان احنا نفكر هل دي مناسبة ليا ولا لا. فأعزائي، دي نصيحة من أختكم الكبيرة، إنكم لما تيجوا تطلعوا على أوزبيلدونج بليز اطلعوا على حاجة مناسبة ليكم، علشان ما تعنوش. لأن فكرة إن إحنا نغير الأوزبيلدونج، أو فكرة إن إحنا أوكي لا سهلة هطلع على حاجة وبعدين أغير لحاجة تانية، this is not real people. It's not. صدقوني من أرض الواقع هذا. Don't do it. Anyway, you've been warned. نرجع تاني. بعد ما بندور على المواقع بتاعة الأوزبيلدونج ذات نفسها، ونلاقي أوزبيلدونج احنا عندنا اهتمام عليها، احنا عندنا فضول عليها، احنا شايفين ان احنا نقدر نواكب المتطلبات بتاعتها. لأن خلي بالكم الأوزبيلدنت ألا وهو نحن المتدربين المهنيين ما بنتعاملش افضل معامله هنا، سواء عرب ام المان. هم عندهم قاعده عامه ان المتدربين علشان هم لانلين، ان هم بيتعلموا لسه، وكأن من احق الكبار مش عايزه اقول اهانتنا، ولكن بهدلتنا معاهم. فده بيحصل للاسف شديد. فانت ممكن يبقى متطلب منك مهام مش بتتقالك، ودي مشكله كبيره. زي انك ترمي الزباله، تنظف وراهم، تاخد البوسطه. فاحنا اعتقد عزة نفسنا وكرامتنا ما بتسمح لناش بقلة القيمة دي، ولكن ده اللي بيحصل. فخلينا حاطين ده في دماغنا عشان نبقى بس ما عندناش توقعات غير واقعية. بندور على الموقع، بندخل على الموقع ausbildung.de وبنكتب اللي احنا مهتمين ان احنا نلاقيه. وانس ان احنا لقينا حاجة شدانا، sparked an interest جوانا، بنبدأ نبعت الميل. الميل عادة بيكون فيه الليبنسلاوف بتاعنا، motivation letter، واحيانا انا تم طلب مني بعد ما بعت المسج ان اوكي لا اعمل لنا فيديو انترفيو، احنا عايزينك تعمل لنا فيديو انترفيو، عرفينا في نفسك، انت مين، كلمي بالالماني. طبعا بديهيا، فلازم كل ده يبقى في دماغكم. اوكي، عملت الفيديو انترفيو الصراحة، بس قعدت أفكر شوية هل أنا willing to risk إن أعمل a complete shift career ولا لأ. وكانت الإجابة حسيت إن ربنا بيقول لي جربي على الأقل، فجربت. وبالفعل عدى أول انترفيو، تاني انترفيو، تالت انترفيو، في الرابع تم قبولي. فدي البروسيس عادة. فانتوا هترسلوا
هيوصل لكم إجابة بالآه أو باللأ. حاولوا بقدر الإمكان إنكم لو اتقال لكم لأ، حصل لكم أبزعجة، إنكم تسألوا ليه. مش دايمًا بناخد رد للأسف الشديد، مش كله هيجاوبك، ولكن علينا بالسعي. حلو؟ وبنقعد نحاول لغاية ما في مرة من المرات حد هيوافق إنك تروح تشتغل معاهم. فبنبدأ الprocess الأخرى ألا وهي تجهيز الأوراق بتاعة إن تم قبولنا في الausbildung ذات نفسها.